باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في مثل الابن الضال نجد أن هناك ابنان. الابن الضال نفسه الذي يقال أنه ضال، أساس ضلاله كان إيه؟ أنه لم يكن يعرف العطايا التي له. حينما لا تدرك عطايا الله لك تشعر بالظلم، تشعر بعدم الحرية. وعلشان كده كل إنسان مننا لا يستطيع أن يشكر الله على عطاياه. هي بداية سقوط الإنسان، أنه لا يرى نعمة ربنا في حياته. وعلشان كده هذا الابن حينما لم يجد أن هناك حرية كما يريدها، إنما كانت هذه الحرية هي عبارة عن غواية، خيالات يقع فيها الإنسان، فبالتالي لم يرى نعمة الله، فقد كل شيء، وحتى تركه الله حتى يقع إلى نهاية المطاف، حتى اعتاز. كان في اعتيازه نجاة له. كتير من الأوقات ربنا يتركك إلى أفكارك ويتركك إلى مشاعرك وأخطائك حتى تقع إلى القاع علشان تفوق لنفسك. وعشان كده أول ما فاق لنفسه ابتدى يعمل المقارنة ما بين النعمة اللي كان فيها وما يحصل عليه الآن، حتى لم يجد أكله واحتاج احتياجا عظيما. وهنا كان له رجاء. الأساس أنه كان له رجاء، وحينما كان له رجاء قال: أعود إلى أبي وأقول له: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. وهنا الأب السماوي يفتح له أحضانه ويقبله ويديله مكانته ويديله نعمته ويديله أكثر مما يطلب أو يفتكر. ودي نقطة مهمة جدا. خلي بالك وانت راجع إلى أبوك السماوي، قل له: أريد فقط أن أكون أحد أجرائك. ربنا يكون معاكم ويديكم نعمة وبركة. هيديلك يكون ابنا. ربنا معك إلى الأبد. آمين.